الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل النذر، أي والدليل على أن النذر عبادة. قال الشارح: قال وأنه عبادة يجب إخلاصها لله تعالى، والنذر في اللغة الإيجاب، ومنه قوله نذرت دم فلان إذا أوجبته، وشرعا إذا أوجبته. قال: وشرعا إيجاب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له، أي أن يقول لله علي نذر أن أفعل كذا، لله علي نذر أن أصلي، لله علي نذر أن أصوم. هذا الشيء لم يكن واجبا عليه قبل النذر، لكنه أوجبه بالنذر. والنذر الصحيح أنه مكروه، الصحيح أنه مكروه. أما إذا كان، لأن النذر على نوعين: نذر مطلق ونذر مقيد. نذر مطلق ونذر مقيد. مثال النذر المطلق أن يقول لله علي نذر أن أصوم كذا كذا يوم، أو أن أصوم يعني يوم الاثنين، أو أن أصوم يوم الخميس، أو أن أصوم 3 أيام من شهر كذا، أو أن ينذر أن أصوم، يعني لله علي نذر أن أصوم 3 أيام من كل شهر، لله علي نذر أن أصوم 3 أيام من كل شهر، هكذا يقول. هذا مطلق. الصحيح أنه مكروه، صحيح أن هذا النذر مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يستخرج به من البخيل. قال في النذر: إنما يستخرج به من البخيل. وأما النذر يعني المقيد، فهذا الصحيح أنه محرم، صحيح أنه محرم. أن يقول لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أصوم، لله علي نذر إن يعني نجحت في كذا أن أصلي، لله يقيده. إن حصل لي هذا الشيء فلله علي نذر، لله علي نذر. فهذا يعني النذر محرم، هذا النذر محرم، لأن النذر بحد ذاته إذا كان مطلق مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل، وغير ذلك من الأدلة، وغير ذلك من الأدلة. وأما النذر الذي هو شرك بالله عز وجل، أن يقول للولي الفلاني علي نذر، للولي الفلاني علي أن أصلي كذا كذا، أو أن أصوم كذا كذا، للولي الفلاني أو للنبي أو يعني الملك. فهذا شرك بالله عز وجل، لأن النذر عبادة، والعبادة لا تجوز إلا لله عز وجل، لا تصرف إلا لله عز وجل. أو إن شفي مريضي للولي الفلاني علي نذر أن أصوم، أن أتصدق، أن أصلي، أن أحج، أن أعتمر، كل هذا يعني من النذر.
لكن إن قال للولي الفلاني فهذا شرك بالله عز وجل، أو للنبي الفلاني، أو يعني الملك من الملائكة أو غير ذلك لا يصرف لله عز وجل، فهذا شرك بالله عز وجل، لأن النذر عبادة، والنذر إذا حصل من العبد واجب عليه أن يفي به إذا كان طاعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، أوجب على نفسه طاعة واجب عليك أن تفي: صيام، صدقة، حج، عمرة، بر، إحسان، صلاة، واجب عليك. لكن إن كان نذر معصية فلا يجب عليك، ويعني كفارته كفارة يمين، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تكفر كفارة يمين. لله علي نذر أن أستمع الأغنية الفلانية، لله علي نذر أن أقتل فلان، دم حرام. لله علي نذر أن أسرق، لله علي نذر أن أذبح للولي الفلاني، هذا محرم، شرك، لا يجوز، لا يجوز أن تفي بهذا النذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فلا يعصه. جاءت قصة أن رجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة، هذه المكان نحر الإبل جائز، لكن هذا المكان كان أهل الجاهلية ينحرون فيه الإبل يعني لغير الله عز وجل، مكان للشرك، مكان للشرك، ينحرون الإبل يعني الأصنام أو للجن. المهم أن هذا المكان للشرك، من نحر الإبل فهو لغير الله في هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ نذر يعني أن ينحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. لا، الصحيح أن الشاهد من هذا الحديث أن المكان إذا كان فيه يعني هذا المكان يذبح فيه لغير الله ويعصى فيه الله عز وجل فلا يجوز لك الوفاء بالنذر، فلا يجوز لك الوفاء بالنذر. وإن كان نذرت أن تتصدق لكن أو يعني أن تفعل عبادة، لكن في هذا المكان العبادة لا تجوز، لا تجوز، فلا يجوز لك أن توفي بنذرك. نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل ذلك الرجل: هل كان فيها عيد من أعيادهم أي المشركين؟ هل يعني كان يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل كان فيها وثن يعبد؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: أوفي بنذرك، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قال: قوله تعالى: يوفون بالنذر. قال الشارح: أي يتعبدون لله بما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر، فأثنى الله عليهم بالإيفاء به، وهو سبحانه لا يثني إلا على فاعل عباده. وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني وسيجازيكم عليه، فدل على أنه عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. وفي الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم، نذر عبادة، لأن الله عز وجل امتدح من يوفي بالنذر، امتدح من يوفي بالنذر. الله عز وجل يوفون بالنذر، امتدح الله الذين يدخلون الجنة، عباده المؤمنين، عباده المؤمنين من صفاتهم يوفون بالنذر. وهنا يعني يلقز في كتب يعني الفقه لغز شيء محرم ويصير واجبا، شيء مكروه ويكون واجبا. بمعنى هذا اللغز ما هو؟ النذر. النذر محرم،
المقيد محرم، لله علي نذر أن أصوم يوما إن شفى الله مريضي، محرم هذا. لكن إن حصل هذا، شفى الله عز وجل مريضه، واجب عليه أن يفي بالنذر، واجب عليه. من نذر أن يطيع الله فليطعه. إن حصل منه هذا الفعل وهو محرم، فحصل ما سبب وجوب النذر، فإنه يفي بنذره. وكذلك النذر المطلق، لله علي نذر أن أنا أصوم، أنا مكروه، لكن الآن صار واجب عليه أن يفي بهذا النذر. لا يقول هذا النذر مكروه خلاص أنا سأترك هذا، لا، واجب عليك أن تفي بنذرك، واجب عليك أن تفي بنذرك. قال تعالى: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال الشارح: أي منتشرا فاشيا عاما بين الناس إلا من رحمه الله، أي يوم القيامة، فيه من الأهوال والشدائد والمصائب، كما أخبر الله عز وجل في كتابه، وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا في سنته عن ما يحصل في ذلك اليوم من الشر العظيم والمصائب الجليلة والعذاب الأليم، إلا من رحمه الله عز وجل برحمته، سلمه الله عز وجل من أهوال ذلك اليوم وشدائده ومن عذاب ذلك اليوم. قال: الأصل الثاني. الأصل الأول ما هو الأصل الأول؟ ما هو الأصل الأول؟ ارفع صوتك. من ربك؟ أحسنت، بس يقال معرفة العبد ربه. نعم، الأصل الأول هو عبارة عن سؤال، هي عبارة عن أسئلة القبر: من ربك؟ من ربك؟ ويقال الأصل الأول معرفة العبد ربه. جواب عن هذا السؤال، إلا هو الأصل الأول جواب عن سؤال: من ربك؟ فالأصل الأول معرفة العبد ربه، أن يتعرف العبد إلى ربه عز وجل. قال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الشارح: لما فرغ المصنف قدس الله روحه من الأصل الأول وشرحه شرح الأصل الأول وبسطه، شرع في ذكر الأصل الثاني من أصول الدين الذي لا ينبني إلا عليها. أصول الدين لا ينبني الدين إلا عليها، إلا بالإسلام. قال: وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة من الكتاب والسنة. والدين الطاعة والتوحيد، دين الطاعة والتوحيد، وجميع ما يتعبد به الله عز وجل، نعبد الله عز وجل به، من صلاة، صيام، صدقة، زكاة، حج، جهاد، بر، إحسان، أخلاق حسنة، كل ما يتعبد الله عز وجل به يسمى دين. قال: وقوله بالأدلة لابد. قال: تنبيه على أنه لا يسوق التقليد في ذلك، في دين الإسلام. لماذا تفعل؟ لأن فلان يفعل. لماذا تصلي؟ لأن فلان يصلي. لماذا تفعل هذا؟ لأن فلان يفعل هذا. لا، دين الإسلام لا بد أن يؤخذ بالأدلة. لماذا هذا حرام؟ لأن الله عز وجل قال كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. لماذا هذا حلال؟ لماذا تفعل هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لأن الله عز وجل قال كذا. أما أصبح الكثير من الناس في هذه الأزمان المتأخرة بسبب الجهل. لماذا تعمل هذا؟ يقول: لأن فلان آبائي يعملونها،
هذا يعني من صفات أهل الجاهلية. وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول، وكذلك ما أرسلنا قبلك من رسول، يعني وكذلك ما أرسلنا قبلك. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ورسوله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. قال الله عز وجل في سورة الزخرف وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وفي الآية الأخرى مقتدون. هذا من سنن أهل الجاهلية، سنن أهل الكفر والعياذ بالله. لماذا تفعل؟ لأن آبائي فعلوا كذا، لأن أجدادي فعلوا كذا، لأن الناس يفعلون كذا. لا، الله عز وجل يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، ولكن أكثرهم هم الظالمون. فالله عز وجل يذكر في كتابه الكريم أن أكثر الناس على ضلالة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالعبرة ليست بالكثرة أولا، وأيضا العبرة ليست بفعل فلان من الناس أو لأن الناس يفعلون، لا. هل شرعه الله أم لم يشرعه الله؟ هل دل الكتاب على هذا الفعل؟ هل دلت السنة؟ هل فهمه السلف من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهم السلف ليس منفصل عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم السلف تابع لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا نعم. أما مسألة الناس يفعلونه هذا ليس بعذر، سيسألك الله عز وجل كما جاء في سؤال القبر المنافق عندما يسأل يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمعت الناس. فماذا يكون حاله؟ يرضب بمرزبة من حديد، مطرقة من حديد، ويقول الله عز وجل كذب عبدي فأفرشوه من النار. لا ينفعه ذلك، ما ينفع العبد أن يقول أنا مثل الناس، أعمل ما عمل الناس. لماذا تعمل كذا يا فلان؟ قال الناس يفعلونه. حرام؟ قال إذا كان حرام الناس ما سيفعلونه. من قال لك هذا الكلام؟ هذا حجة إبليسية، هذه حجة شيطانية. من قال لك أن الناس ما سيفعلوا الحرام؟ الناس أكثرهم لا يعقلون، الناس أكثرهم يعني ظالمون لأنفسهم، الناس أكثرهم لا يفقهون، الناس أكثرهم فاسقين. كيف تقول الناس؟ إذا فعله الناس سيصير حرام؟ لا، سيصير حلال. وإذا تركه الناس يصير حرام؟ لا بد بالدليل من الكتاب والسنة. وما ضل من ضل ولا زاق من زاق ولا انحرف من حرف إلا بسبب هذا الكلام. الناس يفعلونه. هل سينفعك هذا؟ لا. أول منازل الآخرة في القبر يذهب عنك هذا. لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء. هذا المنافق. من يقال له لماذا تعمل هكذا؟ يقول الناس يفعلون. هذا من صفات المنافقين والعياذ بالله. هذا من صفات المنافقين، لا يجوز هذا. لا بد أن تأخذ دينك من حيث يؤخذ. من أين يؤخذ؟ من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فهم سلف الأمة فهم الكتاب والسنة، ليس فهم يعني أدلة من عقولهم، لا، أدلة من الكتاب والسنة، لكن فهموها لأنهم يعني أهل اللغة القرون المفضلة، ولأنهم أقرب إلى زمن الوحي، فهم أفهم للنصوص مننا من القرآن بالقرآن والسنة.
ليس معنى أن فهم السلف هو دليل، لا، وإنما فهم السلف أنه يفهم به الكتاب والسنة. إذن فينبغي علينا الحذر، وأن نبين للناس ونحذرهم من هذا الأمر، وهو أن دين الإسلام لا يؤخذ بالتقليد وبفعل الناس، إنما يؤخذ بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ومهما بلغ لا يغتر العبد، ولا ينبغي له أن يقلد، لا يجوز له أن يقلد، خاصة إذا جاء النص يقول العالم الفلاني أجاز هذا. طيب الدليل يخالف قول العالم، العالم ما بلغه الدليل، العالم اجتهد، والعالم إذا اجتهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجران، فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، وخطأه يعني مغفور ومردود عليه، مغفور له ومردود عليه، لا يؤخذ بخطائه. قل لا هذا عالم كبير، لا. ابن عباس ماذا قال؟ ابن عباس ماذا قال في مسألة يعني الحج، مسألة التمتع؟ فبعضهم يعني يقول قال أبو بكر كذا، يعني يخالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر كذا، قال عمر كذا. ابن عباس غضب. ومن أبو بكر وعمر؟ من أبو بكر وعمر؟ أفضل يعني هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عند الحديث لا يقدم قول أحد، عند الدليل من الكتاب والسنة لا يقدم قول أحد مهما كان. قال ابن غضب، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني أخشى أن تنزل حجارة، أن الله عز وجل يغضب. تخالفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تقولون قال أبو بكر وعمر. فما بال كثير منا اليوم يقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قال العالم الفلاني. من العالم الفلاني أمام عمر وأمام أبو بكر؟ ليس بشيء. ومع ذلك رد قول أبو بكر ورد قول عمر، لأنه مخالف للكتاب، مخالف بالدليل. فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أن يمشوا على الدليل، لا يتقيدوا. العلماء نعم نحترمهم، نجلهم، نوقرهم، علماء أهل السنة والجماعة لهم قدرهم ولهم مكانتهم، لكن الخطأ ليس معنى أننا نقبل أخطاءهم، لا، وليس معنى أنهم لا يخطئون، لا، الكل مخطئ وكل يؤخذ، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد. إمام مالك قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله يؤخذ ولا يرد. لكن ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقوله يؤخذ إن وافق الصواب، وإن خالف الصواب يرد، وتبقى منزلته. هذا عالم، إن كان من كبار العلماء، هذا من كبار العلماء، نبقي مكانته من كبار العلماء وعالم كبير. لكن الخطأ لا نقبل بالخطأ، لا نقبل بالخطأ. فإذا يعني كان قول العالم مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل، يؤخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ هذا ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، تردون قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر. غضب لذلك وقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. قال: تنبيه بالأدلة، تنبيه على أنه لا يسوق التقليد في ذلك في دين الإسلام، فيصير الرجل إمعة، أي مع كل أحد، يتبع كل قول ناعم، يأتي يقول التبرج، الاختلاط جائز، الاختلاط جائز، النساء بالرجال. يأتي يقول المرأة
يعني لها أن تتبرج، يقول لها أن تتبرج مع كل نعت يأتي يظهر في الشاشة في اليوم الأول بأنه يعني واعظ، وفي اليوم الثاني بأنه عالم يفتي في الحلال والحرام، هذا حرام وهذا حلال، وهذا معه يأخذ بقوله. لا، ينبغي للعبد أن يكون يأخذ دينه بقال الله وبقال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: بل لا بد أن يكون معه أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما خلق له. ماذا خلق العبد؟ لماذا خلقنا؟ للعبادة. على ما خلق له أي للعبادة، يكون معه دليل من الكتاب والسنة للعبادة. قال: ليكون على نور وبرهان وبصيرة من دينه، فإن من لم يكن على حقيقة من دينه فإنه يخشى عليه في حياته وبعد مماته عند سؤال الملكين إذا سأله في القبر أن يصل له الشك فيجيب بالجواب السيء، يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، بخلاف من يعرف أدلة دينه من الكتاب والسنة وكان على القول الثابت في الدنيا، فإنه حري بأن يقول عند سؤال الملكين: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن من أسباب الثبات عند السؤال معرفة الدين بالحجج من الكتاب والسنة، الحجج إلى أدلة من الكتاب والسنة، والعمل به، العمل بدين الإسلام بالأدلة، العمل بالأدلة وليس بمجرد التقليد. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.